الجبهة هي مقتل هذا النظام اللاذقية الساحل الشامي. لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. حياك الله أخي محمد. حياك الله أخي أبو حافظ. ما هي آخر المستجدات لديكم والتطورات الميدانية والعسكرية؟ تفضل. نعم، الاشتباكات ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي. يحاول النظام اليوم ومدعوم بميليشيات إيرانية وميليشيات من الحزب اللبناني بالتقدم على محاور كفر دلبة والجب الأحمر، وبإسناد جوي من الطيران الروسي والمروحي الحربي، وغطاء ناري كثيف من القصف المدفعي الصاروخي بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة. حاولوا من خلالها التقدم نحو محارس المجاهدين، وقام المجاهدون بالرد والتصدي لهذا التقدم بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة والتمهيد المدفعي بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون. اتقى خلال هذه المعارك عدد من الشهداء هم الشهيد أبو علي الرملاوي والشهيد موسى باتيكا والشهيد عز الدين ناصر، استشهدوا في معارك الشرف. حاول النظام التقدم والسيطرة على عدد من محارس المجاهدين حيث استطاع التمركز بها لعدة ساعات فقط. بعدها قام المجاهدون بالتمهيد بالمدفعي العنيف. بعدها تقدمت مجموعة من الانغماسيين وقاموا بالاقتحام واسترجاع المحارس. الطيران الحربي لا يهدأ منذ أكثر من 3 أيام عن التحليق وقصف مواقع الاشتباك. سجلت اليوم أكثر من 10 غارات على عدة مواقع من جبل الأكراد. أيضا أوجه تحذير للأخوة المجاهدين: الطيران الحربي الروسي سيعتمد خطة الإنزال الجوي خلف خطوط المجاهدين. الرجاء من الإخوة على خطوط الجبهات الانتباه والحذر. نعم أخي، القصف لا يهدأ وهو يستهدف قرى المدنيين بالأسلحة الثقيلة وقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ والمرافق المحيطة بالجبلين ومن السكنات، منها سكنة الزوبار وسكنة اليهودية، حيث يسمع صدى القصف إلى داخل مدينة اللاذقية. نعم، النظام المدعوم بميليشيات إيرانية وروسية لم يستطع التقدم شبر واحد إلى الأراضي المحررة. المجاهدون يسطرون أروع البطولات في ريف اللاذقية العصية على كلاب الأسد. اشتباكات عنيفة تدور الآن على طول خط الجبهة الواصل بين حستيكو وكفر عجوز وكفر دلتا وترتياح وعين سامور وعين الجوزة وتلة الشيخ محمد ومحور مركشية وسمكوفي وجب الغار والجب الأحمر. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد في محيط كفر دلتا والسربة بسبب استهدافهم بقذائف الهون واستهدافهم وهم يحاولون سحب جثث قتلاهم وجرحاهم. أيضا قامت فرقة عاصفة حزم باستهدافهم بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون لميليشيات نظام في محيط بلدة سلمى. النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة ويكثف قصفه على محاور الاشتباك. المجاهدون لله الحمد هم هممهم عالية جدا ومعنوياتهم كالجبال. عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام والشبيحة. الاشتباكات هي الأعنف في ريف اللاذقية. نعم أخي، الفرقة الأولى الساحلية واللواء العاشر وأحرار الشام وأنصار الشام وجميع فصائل الجيش الحر والمجاهدين في الساحل رفعتم رؤوسنا وأثبتتم للعالم أجمع أن الجيش الحر ما زال موجود وقادر على كسر شوكة النظام والروس وحزب الله في الساحل السوري. نعم أخي محمد الحسن، سلبونا كل شيء فلم يبقى إلا غضب نتحزم به، فلما فجرناه قالوا إننا إرهابيين. أما هؤلاء الذين أتوا من إيران، من روسيا، من شذاذ الآفاق، من العراق ومن حالش حزب الله اللبناني الإرهابي ومن أفغان، وهناك عصابات ومافيات كلها التأمت وتكالبت على هذا الشعب الأبيه. إن شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل، لك جزيل الشكر. اللهم أنا نسألك فرجا قريبا ونصرا مؤزرا يا رب العالمين. ننطلق إلى جبهات أخرى من جبهات القتال، ننطلق إلى مدينة دمشق الحبيبة، دمشق الياسمين.